الضيوف المغربي الكرام، في البداية أرحب باسم كل الاستقلاليات والاستقلاليين وباسم الحكومة والشعب المغربي بحضوركم معنا في مدينة مراكش، حضور نعتز به كاستقلاليين ونعتز به كمغاربة. ولهذا في الوضع السياسي في المغرب سأبدأ أولا بتأسيس النواة الأولى لحزب الاستقلال منذ سنة 1934 بعد توقيع اتفاقية الحماية بين فرنسا وبين المغرب سنة 1912. إذا المغرب لم يكن في يوم ما مستعمر، ولكن دخل الأجنبي عن طريق اتفاقية سنة 1912. إذا المغرب دولة عريقة، الدولة بدأت سنة 808 يعني 12 قرن كنظام كدولة، بعدما كان السكان الأوائل هم الأمازيغ لقرون في هذا الوطن. المغرب عرف عدة مراحل كباقي الدول في العالم، وخصوصا أن كان المغرب له دور أساسي يلعبه البحر الأبيض المتوسط. المغرب أول دولة اعترف بأمريكا. المغرب كان دائما صلة وصل وأرض التسامح وأرض الحضارات، وكان دائما في الموعد. إذن لابد أن نتحدث عن المراحل بعد الدولة العثمانية. المغرب كان يسمى بالدولة الشريفة، وهو الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا لم تضع أقدام الدولة العثمانية آنذاك، وهذا يعتبر قوة المغرب. المغرب عرف كذلك مراحل بعد الحماية. بعد الحماية والحركة الوطنية التي قادها حزب الاستقلال من أجل تحرير الوطن، والاتفاقيات اللي كانت من أجل تقسيم المغرب بداية 1912. الشمال كان من نصيب إسبانيا، الوسط كان من نصيب فرنسا، والجنوب أي الصحراء المغربية من نصيب إسبانيا، وطنجة كانت مدينة دولية. هذا نظرا لقوة المغرب آنذاك، كان هذا التقسيم ضروريا من أجل السيطرة على المغرب. إذن حزب الاستقلال لما تأسست الحركة الوطنية كان مطلبه الأساسي هو استرجاع كل الأراضي. وكذلك سنة 1911 يناير 1944 قدمت مجموعة من المناضلين والمناضلات مطالب الشعب المغربي اللي كانت فيها نقطتين أساسيتين. الأولى هو تحرير الأرض، والثانية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. إذا لا زلنا لحد اليوم نعتبر في حزب الاستقلال أننا حاملي رسالة استكمال الوحدة الترابية. لا زالت بعض الأجزاء في وطننا لا زالت مستعمرة. السلطة ليبيا ولا نقاش مفتوح مع إخواننا الإسبانيين نظرا لحسن الجوار وللعلاقات التي تربطنا مع الجار الإسبانية، وخصوصا العلاقات التاريخية، بحيث المغرب قضى في جنوب إسبانيا 8 قرون. العلاقات الاقتصادية والتجارية، ونعتبر إسبانيا شريكا أساسيا. إذا سنعمل بطبيعة الحال على مستوى الجارين على حل هذا الإشكال بالطرق التي تخدم أولا استقرار البحر الأبيض المتوسط، وكذلك تخدم الشعبين الشقيقين. وأنا لما أتحدث عن فاس أتحدث عن الأندلس، لأن نصف المدينة العتيقة بفاس تسمى منطقة الأندلس. ولهذا العلاقة التاريخية تجعل أننا في هذا الموضوع لا نستعجل الأمور، ولكن نعمل من أجل حل هذا الإشكال بالطرق التي تراه إسبانيا ويراه المغرب. هناك بعض الأراضي لا زالت مغتصبات، هندوف، كروم الشار، قناصة، والتي ظلت إلى سنة 1952 تابعة لعمالة أكادير، وقدمت بيعها لملوك المغرب منذ حوالي 12 قرن إلى اليوم. فيما يخص الديمقراطية، وهذا موضوع أساسي بالنسبة لحزب الاستقلال، بحيث مباشرة من بعد ما حصل المغرب على استقلاله كان عقد مؤتمر للشباب الاستقلالية سنة 1956 بمدينة فاس، وكانت الرسالة التي بعثها آنذاك من القاهرة
زعيم حزب الاستقلال المرحوم علان الفاسي إلى الشريرة الاستقلالية، حيث اعتبر أن الاستقلال هو استقلال الأعرج، وعلى الشريرة الاستقلالية أن تستمر في الدفاع عن استرجاع الأراضي المغتصبة. إذا منذ 56 وحزب الاستقلال يناضل من أجل الديمقراطية، من أجل الحرية، ومن أجل العدالة الاجتماعية. إذا من 56 إلى اليوم حزب الاستقلال شارك لمدة 20 سنة داخل الحكومات و40 سنة في المعارضة، نظرا للظروف التي عرفها المغرب في بناء دولة الحق والقانون، في بناء ديمقراطية حقيقية كانت لحزب الاستقلال مواقف تاريخية. 20 سنة التي شارك فيها حزب الاستقلال هي من أجل قضايا كبرى، أولا من أجل الحرية ومن أجل العدالة الاجتماعية ومن أجل تحرير الأراضي التي كانت مستعمرة، وخصوصا بعد المسيرة الخضراء سنة 1975 6 نوفمبر، ونحن مقبلين على الاحتفال بمرور 40 سنة على استرجاع صحراءنا الحبيبة. هذه المسيرة اللي كانت نموذج عالمي يحتذى به، بحيث تم استرجاع أراضينا عن طريق مسيرة سلمية شارك فيها حوالي 350 ألف مغربي ومغربية بأعلام وطنية، وكذلك بغصن الزيتون الذي هو رمز السلم والسلام. وكانت ثورة حقيقية بالنسبة لاسترجاع الأراضي المغتصبة دون اللجوء إلى الحرب ودون اللجوء إلى السلاح وإلى الاقتتال، وكانت محطة تاريخية كان على المجتمع الدولي أن يمنح المرحوم الحسن الثاني والحركة الوطنية جائزة نوبل للسلام، لأن كان اتفاق مدريد ومن بعده كان عدة اتفاقات. إذا مشينا في مراحل، وصل الآن الموضوع أقاليمنا الجنوبية إلى اقتراح الحكم الذاتي. الحكم الذاتي عبر الجهوية الموسعة واللي الحمد لله تم قبوله من طرف المنتظم الدولي. يمكن أن أؤكد أن ملفنا هو ملف قوي، لأن الانقسامات لا تخدم لا السلم ولا السلام، وما يحدث الآن في الشرق الأوسط وما يحدث في سوريا وليبيا وتونس، وكان موقفنا واضح مع إخواننا في عدة لقاءات. نرى أنه من الواجب اليوم عدم تفتيت الأراضي والأوطان التي تنعم بالاستقرار. إذا المغرب عبر الإصلاحات السياسية بعد خطاب الملك 9 مارس 2011، ومن بعد دستور فاتح يوليوز 2011، وانتخابات 25 نوفمبر 2011 واللي كانت انتخابات سابقة لأوانها، واللي أعطت المقدمة لحزب في المعارضة اللي هو حزب مرجعيته إسلامية، حزب العدالة والتنمية. يمكن أقول أنه في الدول ما تبقى من الدول وهذه الأحزاب وصلت عن طريق إراقة الدماء وعن طريق الاقتتال بين الشعوب، ولكن في المغرب عن طريق الديمقراطية وعن طريق الإصلاحات السياسية التي قادها الملك والشعب عن طريق الأحزاب الوطنية والنقابات الجادة. يمكن أن أؤكد أن البوابة الآن إلى إفريقيا هي عبر المغرب، لأن المغرب بلد ينعم بالاستقرار. نتمنى للدول العربية الأخرى أن تنعم كذلك بهذا الاستقرار عن طريق الحوار الجاد، وعن طريق الأوكراني الذات، وعن طريق إصلاحات سياسية عميقة من أجل ديمقراطية حقيقية، بداية بالجارة تونس التي تربطنا علاقة بها كبيرة، وكذلك ليبيا وسوريا واليمن وباقي الدول العربية. إذن نحن بالنسبة إلينا في المغرب نعول كثيرا ونعتمد على أصدقائنا وخصوصا في الاتحاد الديمقراطي الدولي أن يتفهموا الوضع بصفة دقيقة، ونحن هنا وتواجدنا معكم من أجل توضيح الأمور صغيرة كانت أو كبيرة، من أجل ترى المنطقة برمتها، لأن في نظرنا أن كان هناك في السابق عدم الاهتمام بهذه المنطقة وعدم الدراية بالمشاكل التي نعانيها وخصوصا داخل الدول العربية، لأن هناك بعض العادات والتقاليد وهناك القبلية وهناك عدة عوامل لا تجعل النموذج العربي يمكن أن نصوره
أن يكون تابعا للنموذج الأوروبي أو النموذج الأمريكي، ولهذا هناك خصوصيات يجب التعامل معها بحذر. وأنا منذ سنة ونصف في لقاء مع الإخوة في حزب المحافظين المشكورين، نشكرهم كثيرا من هذا اللقاء اللي كانوا دعم أساسي لحزب الاستقلال لينضم إلى الاتحاد الديمقراطي الدولي. وقد طرحت علينا عدة أسئلة ومنها سوريا وليبيا وما يحصل في تونس، وكان جوابي آنذاك أن لا تعامل ولا رجوع إلى السلم والسلام بدون أن يكون هناك شريك أساسي، وخصوصا بشار الأسد وبعض الإخوة. الآن نرى أن ما يحصل اليوم في سوريا والتدخل الروسي، التوافق بين أمريكا وروسيا والرجوع إلى الحوار كان من الواجب أن يكون قبل هذا الوقت. ولهذا بالنسبة للمغرب عشنا وخرجنا الآن كحزب من مسلسل انتخابي بمشاريع قوانين، ثم بداية بانتخابات العمالية، ثم المهنية يعني الغرف المهنية، ثم الجماعية والجهوية، ثم البرلمان عن طريق الغرفة الثانية، لأن المغرب فيه برلمان بغرفتين، الغرفة الأولى والغرفة الثانية لمجلس المستشارين. إذا كان لحزب الاستقلال الحمد لله الريادة، وللمعارضة بصفة عامة هي التي تصدرت هذه الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها، حيث حصل حزب الاستقلال بالنسبة للبرلمان بغرفته الثانية على المرتبة الأولى، والمرتبة الثانية فيما تبقى من النقابة إلى الغرف إلى المجالس العمالات. هذا يمكن نعتبره أن هذا المسلسل كما باقي الدول الديمقراطية لا يخلو أحيانا من نزوات شخصية، ولكن في المجمل يمكن أن أقول وأؤكد على أن الأمور تسير على ما يرام فيما يخص المسلسل الديمقراطي بعد دستور فاتح يوليوز 2011. ولهذا الآن فتحت بوابة كبرى في المغرب بالنسبة للاستثمارات نظرا للاستقرار الذي يعيشه، الدور الذي يقوم به الملك فيما يخص الاستثمارات في إفريقيا عن طريق الشراكة وعن طريق التشارك وبمنطق رابح لعب دورا أساسيا. أن هناك شركات الأجنبية مع شركات المغربية تشتغل في القارة الإفريقية التي نعتبرها آلية الخزان بالنسبة للاستثمارات، ونعتبر أن تأخر الدول الأوروبية وأمريكا عن الدخول إلى إفريقيا جعل من الصين ومن بعض الدول أنها تغزو اليوم لإفريقيا. ولهذا وجب التفكير بشراكة مع المغرب نظرا لتواجده في إفريقيا، نظرا للاستثمارات الكبيرة التي يقودها في هذه القارة التي لا زالت قارة تتطلب تنمية كبرى، ونسبة النمو لا يمكن أن تكون إلا في إفريقيا. لهذا نحن بالنسبة إلينا ندعم كل الدول العربية، ندعم الإخوة في تونس وندعم الإخوة في موريتانيا، نعتبرهم أشقاء واللي غادي يلعبوا دور أساسي في بناء مغرب قوي، مغرب كبير تسع لكل الشعوب إلى الدول. ولهذا أملنا أن يلتحق إخواننا إن شاء الله بالاتحاد الديمقراطي الدولي. مرة أخرى أشكر كل الأخوات والإخوة الحاضرين، ولا أعتبرهم ضيوفا بل هم في وطنهم، لأن المغرب كان دائما رمز لتلاقح الحضارات، وكان دائما دولة سلم وسلام، وحافظت على ذلك جامعة القرويين هي أقدم جامعة إسلامية في العالم، والتي لعبت دورا أساسيا في هذه المواضيع التي تهم الإنسانية بصفة عامة، وخصوصا أن هذه الجامعة درس بها مجموعة من اليهود إلى جانب المسلمين إلى جانب المسيحيين إلى جانب كل الديانات، وتخرج منها علماء من كل الديانات. مرحبا بكم مرة أخرى في أرض المغرب، أرض الكرم وحسن الضيافة، وأعتذر مرة أخرى إن كان هناك تقصير. وبهذه المناسبة أشكر المجلس الإداري الذي كان في الموعد بعد طلبنا بعقد هذا اللقاء في المغرب للاطلاع عن قرب عن هذا البلد الذي ينعم بالاستقرار
تحت القيادة الرشيدة لملك المغرب وبدعم قوي من الأحزاب السياسية الوطنية التي لها عمق تاريخي. وكلنا رهن إشارتكم من أجل الاطلاع عن قرب عن طريق اللقاءات الثنائية وعن طريق اللقاءات مع المجموعات. وأتمنى للقائنا هذا إن شاء الله النجاح والتوفيق، وفقنا الله جميعا لما فيه خير العباد والإنسانية جمعاء. شكرا على حضوركم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.